السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم ظهر ترند غريب جدا ومخيف جدا. تلاقي بعض الشباب بيكتب، يقول لك ايه، يكتب مثلا بوست، يكتب حالة على الواتساب، بيكتب يقول لك تخيل بعد كل ده ندخل النار. حضرتك متخيل انت كتبت ايه؟ انا عايزك تتخيل كده معايا، انت بتقول جملة في منتهى الخطورة. واحد بيكتب مثلا تخيل بعد كل التعب اللي في الدنيا ده الواحد يدخل النار. دي جملة خطيرة جدا وترند انتشر بشكل غريب وشباب كتير بتكتبه. انتوا عارفين ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه سوء ظن بالله. انت كده اسأت الظن بالله والعياذ بالله. بتقول وكأنك عارف انك داخل النار، على يقين انك داخل النار. بتقول تخيل بعد ده كله تخش النار. طب ربنا غفور ورحيم، من اسماء الله الغفور الرحيم، ممكن ربنا يغفر لك وانت عارف اللي انت ضامن، انت خلاص ضامن. ربنا بيقول الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. طب حضرتك اعمل اللي عليك وآمن بالله واعمل صالحا، وانت بقى انت ما انتش ضامن، وثق في الله خيرا. احسن الظن بالله. لو انت عامل بلاوي الدنيا كلها احسن الظن بالله. يا اخي خلي حسن الظن بالله ده حتى لو انت عامل ذنوب كتير، خليه هو الفاصل اللي بينك وبين ربنا، يعني خليه هو الحاجة الرابط اللي بينك وبين ربنا، ما تبقاش خسرت كل حاجة. خلي في عندك حسن ظن بالله. ممكن تكون عامل بلاوي الدنيا كلها وتيجي قبل ما تموت تقول لا اله الا الله. ربنا بكلمة لا اله الا الله دي او بالشهادتين اللي بتقولهم قبل ما تموت يغفر لك كل اللي انت عملته. احسنوا الظن بالله. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا شباب في منتهى الخطورة، تطير فيه رقاب زي ما بيقولوا. ممكن اللي انت كتبته ده، التخيل اللي انت تخيلته ده يحصل. تبقى مثلا عامل حسنات، تيجي تتوب يعني بعد كده تعمل بقى حسنات وصلاة وصيام وقيام ومش عارف ايه وحج، وانت سايب حضرتك البوست القديم اللي كان من كام سنة وانت لسه ما تبتش. فيقع التخيل ده وتلاقي كل حسناتك راحت. ليه؟ لانك اسأت الظن بالله. فاحسنوا الظن بالله يا شباب. ما ينفعش نكتب كده، ما ينفعش نحط في دماغنا حاجة هي لسه اصلا ما جاتش. انت ايش عرفك انت؟ ايش عرفك انت اذا كنت داخل النار ولا داخل الجنة؟ اعمل صالحا يا سيدي وربنا هيدخلك الجنة برحمته. ممكن ربنا يغفر لك اصلا من غير اي حاجة برحمته، لان ربنا غفور رحيم وما ربنا برضه منتقم جبار. لو انت اسأت الظن بالله ربنا ممكن ما ينساش الحتة دي ويخلي تخيلك ده يقع وتخش النار فعلا. فاوعى كلمة خطيرة زي دي محدش يقول احنا بنهزر. محدش يقول احنا بنهزر. الهزار في الدين والامور الغيبية ما ينفعش، ما اسموش هزار. تمام؟ الهزار في الدين والامور الغيبية خطر جدا. احسنوا الظن بالله يا شباب. سلام عليكم.